لو بتحس إنك بتذاكر كتير ومش بتجيب الدرجة النهائية يبقى الفيديو ده ليك. النهاردة هقولك على 5 أسرار مش بيقولوها في المدارس، بس أي طالب جاب الدرجة النهائية استخدمهم. أنا شفت طلاب كتير كانوا عاديين، لكن لما طبقوا الأسرار دي بقوا من أوائل الدفعة، وده مش سحر، ده نظام. أول حاجة، ذاكر بأسلوبك مش بأسلوب غيرك. مش كل الناس بتفهم بنفس الطريقة، اكتشف طريقتك، سمعي أو بصري أو بتحب شرح، وركز على اللي ينجحك. تاني حاجة، راجع كأنك بتشرح لحد تاني. لما تشرح لحد مخك بيثبت المعلومة أكتر 3 مرات من الشرح العادي أو من المذاكرة العادية، حتى لو بتشرح للحيطة أو حتى كرسي فاضي. تالت حاجة، قسم المنهج لمهام صغيرة. كل ما تقسم المذاكرة كل ما عقلك يهضم أكتر، وسيبك من فكرة هخلص الوحدة كلها في يوم واحد. رابع حاجة، اعمل جدول قابل للتعديل. المرونة سر الاستمرار. اعمل خطة بس ما تعطلش نفسك، لو اتأخرت عدل وكمل. خامس حاجة، اختبر نفسك دايما، الحل هو مفتاح الدرجة النهائية. كل ما تحل أكتر هتكتشف أخطائك وتصلحها. طيب دلوقتي عشان نعمل تطبيق عملي، اختار سر واحد منهم وابدأ تطبقه النهاردة. جرب تشرح درس بصوت عالي واعمل جدول مرن للأسبوع كله، واكتب لي في الكومنتات ايه أكتر سر حاسس إنه هيفرق معاك، وابدأ تطبقه فورا.